السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ متابعين قناة اكلات من زمن فات. يا رب تكونوا بخير كده في احسن حال. الاخبار عساكم بخير يا رب، يعطى عليكم الايام بخير حبايبي. النهارده العيال احفادي قالوا لي يا تيتا عايزين ناكل سوداني مملح زي بتاع المقلة بالظبط. فانا قلت اعمل معاكم كده، اوريكم ازاي انا بحمص السوداني المملح، يعني ازاي بملح السوداني وانا بحمصه. لما بنيجي نحمص السوداني بعد ما نقشره عشان يبقى زي سوداني المقلة بالظبط، بجيب طاسه زي ما انتم شايفين كده واسخنها واحط فيها السوداني اللي انا هملحه بالشكل ده كده على قد الصينيه كده ما هتاخد. طبعا النار تكون هاديه، يعني اما نيجي نحمص السوداني المملح ده بتاع المقله النار تبقى هاديه خالص عشان السوداني ما يتحرقش منك. طبعا بقى السوداني عشان تملحيه يعني ما تستعجليش عليه، احنا عايزينه يبقى زي السوداني بتاع المقله بالظبط، فلازم تبقى النار واطيه. هاخد بالي منه طبعا، مش هسيبه، هقلبه كده طول ما انا واقفه اقلب فيه كده. طبعا هنستمر في التقليب كده زي ما انتم شايفين بدأ يلون كده. لما يبدأ يلون كده طبعا زي ما انتم شايفين الطاسه المفروض تبقى سخنه. هم طبعا الولاد عاوزينه يبقى سوداني مملح، يعني زي بتاع المقله بالظبط. لما بيروحوا يشتروا مثلا يجيبوا ب10 جنيه سوداني بيديهم حبه صغيرين، مفهومش يجي 10 حبايات سوداني. لكن انت لما هتعمليه كده في البيت هياكلوا ويشبعوا ويتبسطوا، بتبقى حاجه البيت طبعا نظيفه وزي ما انت عايزاها. وطبعا انت عايزه تزودي الملح، عايزه تقللي الملح براحتك. لما السوداني بقى يبدا يطقطق كده زي ما انتم شايفين كده بدا يطقطق وتسمعي صوته كده ان هو بدا القشره بتاعته تطقطق زي ما انتم شايفين كده، هعمل ايه بقى؟ على قد الكميه بقى اللي انت عاملاها هجيب ربع كوبايه ميه ومعلقه ملح، معلقه شاي، معلقه ملح كده، وهقلبها بالطريقه دي كده. طبعا الملح والحاجات دي بتبقى برضه حسب الرغبه، انت لو عايزاه حادق قوي بس هو طبعا المعقول حلو، يعني ما تحاوليش انك تزودي الملح قوي. طبعا شايفين سامعين هو عمال يطرقع اهوت. طبعا في الحاله دي لازم النار تبقى واطيه خالص. هنبدا بقى وهو بيطقطق كده ننزل بشويه ميه بشويه كده. طبعا لما السوداني بيبقى سخن وبتنزلي بالميه القشره بتاعت السوداني بتشرب الميه اللي بالملح، فبتدي طبعا للسوداني طعم جميل. زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش حبه الميه بالملح كلهم، انا بحط حبه بحبه. لما يبدا يشرب الميه بالملح دي واحس ان الميه دي اختفت ننزل بالباقي. طبعا النار برضو بتبقى واطيه. هو دلوقتي بيتشرب في الميه بالملح. طبعا النار تبقى واطيه لانك لو عليتي النار القشره اللي بره دي هتتحرق وهيبقى ني من جوه. لازم نقلبه بقى كده كويس جدا عشان كله يشرب من الملح. وبدأ يتشرب اهو، وبدأ الملح والميه يختفوا من الصينيه. لما احس ان هو نشف هنزل برضو بشويه الميه والملح الباقيين.
وطي بقى عليه النار وتحمصيه بقى. يعني هو دلوقتي شرب الميه بالملح، باقي بقى ان هو ايه يتحمص من جوه. فطبعا النار تبقى واطيه خالص زي الشمع، وتسيبيه بقى على مهله خالص وبراحته، وايدك فيه طبعا. طبعا في ناس بتحمص السوداني بالطريقه دي كده بس في الفرن، بس دي طريقه زمان. يعني الطريقه اللي انا بعملها دي طريقه اهالينا لما كانوا بيجوا يحمصوا لنا السوداني ويملحوه لنا، كانوا بيعملوه على البوتاجاز من فوق كده، بحيث ان انت تبقي ايدك فيه وبتقلبيه. لكن لو حطيتيه في الفرن هيتحرق بسرعه، وبالذات لما يكون متقشر كده مش هيستحمل انك تسيبيه في الفرن، هتسهي عنه وهيتحرق منه. لكن لما بتعمليه على البوتاجاز من فوق زي طريقه اللب كده، زمان كنا بنقلي لب البطيخ بالطريقه دي كده. فاحنا برضو انا بحب اعمل الحاجه بتاعت زمان دي، تبقى طعمها حلو وعلى اصولها يعني. طبعا زي ما انتم شايفين السوداني بدأ يبيض. البياض ده من الايه، من الملح. طبعا هو في الاول كان لونه احمر، بدأ ياخد اللون المبيض شويه بسبب الملح اللي احنا حطيناه. بعد شويه هيرجع السوداني تاني للونه الطبيعي. طبعا هو ده كله لسه ني، يعني هو كده حاليا في ميه من جوه، الميه اللي هي بالملح لسه فيه من جوه. فطبعا لسه شويه على بال ما ايه ما يتحمص. طبعا على قد ما تقدري تكون النار هاديه وبتقلبي فيه كده بالطريقه دي. طبعا الولاد بقى والاحفاد خلصوا امتحانات، وطلباتهم بقى هتبدا تبقى كتيره. طول ما هم قاعدين عايزين سوداني وعايزين لب وعايزين ايس كريم. طبعا انت لازم تبقي تعملي الحاجات دي في البيت، عشان اولا تبقى اقتصاديه وما تكلفهمش كتير او ما تكلفكيش كتير، وفي نفس الوقت تبقي وانتي بتعمليها حاسه ان هي نظيفه ومطمنه ان هم ياكلوها يعني. عايزين بقى لب، عايزين سوداني، عايزين حمص، عايزين ايس كريم، كل الحاجات دي بتبقى مكلفه. لكن احنا طبعا لو عملناها في البيت على الاقل هتبقى بنص الثمن او اقل شويه. فطبعا المفروض ان احنا كلنا نعمل كده. طبعا السوداني لسه متحمص، خلي بالكم طول ما لما تمسكي السودانيه كده، طالما القشره ما بتطلعش لوحدها يبقى السوداني لسه ني. لسه شايفين هو لسه ني ازاي. لازم برضو نستمر في التقليب لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. يعني لازم النار تبقى واطيه وبالراحه عليه وما تستعجليش عليه. لو عايزه السوداني يبقى محمص تحميصه جميله كده، بالراحه عليه خالص، ووطي النار خالص عليه وما تسيبوش، لازم تقلبيه على طول باستمرار. طبعا حد هيقول لي ده انت بوظتي الصينيه. لا، الصينيه دي عادي خالص، ده الملح ده. طبعا دي مجرد ما بتحطي فيها حته سلك مواعين بترجع تلمع وتبقى زي الفل، ما تقلقيش بالنسبه للصينيه يعني. هو طبعا السوداني كده داخل على سوا، شايفين صوته بدأ تاني يعمل الصوت اللي هو الطبيعي بتاعه. لما كان عليه الميه وفيه الرطوبه طبعا ما كانش الصوت كده. بدأ يستوي اهو. عشان تعرفي هو استوى ولا ايه، هتاخدي واحده وتعمليها كده بايدك. بصوا، لو بدأت تتقشر كده معاكي يبقى السوداني استوى. شايفين اللون؟ شايفين لون السودانيه من بره ومن جوه متحمصه ازاي؟ طبعا ده تحميص على الهادي خالص. ولسه طبعا لما بيبرد بتلاقي القشره دي طلعت لوحدها. لما بيبرد بتلاقي القشره دي طلعت لوحدها. كده خلاص خلصنا تحميصه. شايفين السوداني لونه جميل ازاي؟ ده تحميص على الهادي، يعني احسن من تحميص الفرن. انا مجرباه كذا مره الطريقه دي، بيطلع جميل جدا ومقرمش. وطبعا مش عاملين كميه كتيره، يعني انا بعمل حبه بحبه، لما ده يخلص ممكن اعمل تاني عشان يبقى صبر. هطفي بقى عليه وهسيبه لما يبرد. وده السوداني كده بعد ما حمصناه زي ما انتم شايفين اهو. شايفين؟ طبعا يبرد بس وهيبقى جميل.
طبعا بعد ما بتحمصيه كده المفروض السوداني ما بيتسابش عريان، لازم تحطيه في علبة محكمة عشان الرطوبة ما توصلش للسوداني يقوم يطرى. لكن انت لو غطيتيه بالطريقة دي كده، غطيتي العلبة، يقعد معاك ان شاء الله شهر مش هيحصل له اي حاجة، ولا يطرى ولا حاجة، ويبقى صابح زي ما تكوني لسه محمصاه اهو. يبقى لازم ان احنا برضو نحفظه في علبة محكمة، بس الكلام ده بعد ما يكون برد خالص تماما. فانا هسيبه بقى كده شوية متعري لحد ما يبرد ويهدى خالص، وغطيه عشان ايه يستمر صابح كده ومقرمش. اتمنى ان انتي تجربي الطريقة دي لو عجبتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.